ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره الثانيه اللي هي راديو اكتيف ديكي. يلا نسمي كده بسم الله. اولا انا عايزه اعرف ليه الماده او الاتوم تضطر ان هي تعمل ديكي. تمام. الماده تضطر ان هي تعمل ديكي لما يبقى عندها اكسس من الانرجي. يعني ايه اكسس من الانرجي؟ يعني طاقه كتير هي مش محتاجاها. طاقة كتير هي مخلياها unstable، يعني غير مستقرة، فبالتالي الذرة تميل إلى الاستقرار. تميل للاستقرار فتروح عاملة حاجة اسمها ديكي، يعني اضمحلال. تمام. يبقى الراديو اكتيف ديكي بتضطر ليه المادة عندما تحتاج أو إن هي تحتاج أو تميل إلى الاستقرار، إن هي عايزة تبقى مستقرة. لما يبقى عندها اكسس من الانرجي، يبقى الاتوم لما يبقى عندها انرجي كتير كتير خالص، اكسس من انرجي، فتميل للديكي، للاضمحلال. تمام، عشان توصل لمرحلة الستيبل، الاستقرار. يبقى الاتوم فيها اكسس من الانرجي تروح عاملة ديكي عشان توصل للستابيليتي. تمام يا شباب، بسيطة. طيب الديكي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريليز الانرجي دي بس. يبقى انا بعمل ريليز. يعني ايه ريليز؟ يعني انا بطلع الانرجي ديت، بطلقها او بعمل بريك داون للايه، للانرجي دي. برضو اللي هو انا بعمل يعني زي بكسرها كده، بكسر الانرجي دي، او بعمل ريليز للانرجي دي، يا اما في صورة ايه؟ في صورة يا اما اميت يا اما كرييت. يعني اميت يعني انبعاث، كرييت ان انا بخلق او بنتج مثلا بارتكل. طب emit ايه؟ emit radiation او emit ray، emit wave. زي ايه مثلا؟ زي الجاما راي. تمام يا شباب. يبقى بالراحة كده، امتى بعمل ديكي؟ لما الاتوم يبقى فيها اكسس انرجي، فبعمل ديكي عشان اوصل للستيبل. يبقى الاتوم فيها اكسس انرجي يعني طاقة كتير، فبعمل ديكي، اضمحلال، عشان اوصل لمرحلة الاستقرار. طيب الديكي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بعمل ريليز للانرجي اللي هي اصلا زيادة، مش عايزة اوصل للستيبل. انا هنا في مرحلة unstable. طب انا عايزة اوصل للستابيليتي، خلاص بعمل ريليز للانرجي الزيادة ديت عن طريق ان انا بعمل emit للراديشن او جاما راي او كرييت لبارتكل. يبقى انا يا اما اطلعها على هيئه راديشن يا اما اطلعها على هيئه بارتكل، عنصر اخر. فبالتالي الاتوم بتتحول لايه؟ لاتوم تانية. ليه؟ لان انا عملت كرييت بارتكل، طلعت بارتكل. فاذا الذره دي يا اما فقدت عنصر او فقدت بارتكل منها. فبالتالي يا اما العدد الذري بتاعها اتغير او العدد الكتلي بتاعها اتغير، فبالتالي بقت ايه؟ بقت عنصر اخر. تمام يا شباب. يبقى الديكاي انا بعمل ريليز للانرجي عشان اوصل لمرحله الاستابيليتي. يبقى يا شباب الديكاي ان انا بعمل ايه؟ ريليز للانرجي. تمام يا شباب، عشان اوصل لمرحله الاستابيليتي. بيقول لك ان كل ديكاي ليه تايم معين، بيختلف من طيب من اتوم لاتوم. تمام. بس في ديفينيشن كده اسمه الهاف تايم. الهاف لايف تايم. ايه الهاف لايف تايم ده؟ اللي هي فترة عمر النصف. يعني ايه برضو الهاف لايف تايم؟ يعني ايه فترة عمر النصف؟ هو التايم اللي انا بحتاجه عشان المادة ده هي تفقد
مش احنا عندنا مادة عندها اكسس انرجي، عندها اكتيفيتي، صح؟ عندنا مادة عندها اكتيفيتي عالية. يعني ايه اكتيفيتي؟ يعني نشاط او طاقة عالي، فاحنا عايزين المادة دي تفقد الطاقة دي، صح؟ طيب الهاف لايف تايم ده ايه؟ هو التايم اللي انا بحتاجه علشان الاتوم او المادة ده هي الاتوم تفقد half of its activity، نصف الاكتيفيتي بتاعتها. يبقى هو التايم اللي الاتوم بتبقى عايزاه عشان تفقد الهاف بتاع الايه الاكتيفيتي بتاعتها، تبقى نص الاكتيفيتي. تمام يا شباب؟ يعني مثلا ماده بتبدا ب100، الاكتيفيتي بتاعتها 100، بعد الهاف لايف تايم ده مثلا لو احنا حددنا الهاف لايف تايم، التايم مثلا اللي هو الهاف لايف تايم النص مثلا 10 ساعات، فال100 بعد 10 ساعات هيبقوا 50. تمام يا شباب؟ بعد كمان 10 ساعات هيبقوا 25، بعد كمان 10 ساعات هيبقوا 12 ونص، بعد كمان 10 ساعات هيبقوا 6 وربع، وهكذا يا شباب. تمام؟ يبقى ده الهاف لايف تايم المعروف بالهاف لايف تايم، اللي هو فترة عمر النصف، اللي هو التايم الوقت اللي انا بعوزه عشان المادة تفقد نص الطاقة او نص الاكتيفيتي، نص النشاط بتاعها. تمام يا شباب؟ فترة عمر النصف ده هي ان اندبندنت بالنسبة للكيميكال بروبرتيز او الكيميكال فاريشن، يعني ايه؟ للتغيرات الكيميائية سواء كانت تمبريتشر او تمبريتشر او البريجر، اي كيميكال او اي تغيرات تحصل او اي حاجة تحصل في التغيرات اللي حوالين الاتوم ما بتأثرش يا جماعة على الهاف لايف تايم. الهاف لايف تايم ان اندبندنت، مش بيتغير بهذه الفاكتورز. تمام يا شباب؟ يعني مثلا ممكن يديك عنصر زي مثلا التكنيشن 99 الهاف لايف بتاعه حوالي 6 ساعات. يقول لك مثلا الهاف لايف بتاعه هيبقى قد ايه عند مثلا تغير درجة الحرارة بنسبة 20%، او هتحصل ايه اللي هيحصل لو حصل هاي بريشر، الضغط زاد. طيب ايه اللي هيحصل مثلا لو انا سخنت المادة او انا عملت، فيقول لك ايه؟ طب ايه اللي هيحصل للزمن اللي هو زمن فترة عمر النصف؟ ايه اللي هيحصل لها؟ طب هي هتزيد ولا هتقل؟ هي انكريز او ان ديكريز او انكريز؟ هتزيد ولا هتقل؟ لو تقول والله ان هي زي ما هي هتفضل 6 ساعات. ليه؟ هيقول لك ليه؟ هتقول والله عشان فترة عمر النصف ده هي الهاف لايف تايم ما بتتأثرش، اللي هي ان اندبندنت، هي مش بتتأثر، هي مش مستنية الفاكتور عشان تتغير، هي ثابتة مش بتتغير بالفاكتور سواء كان تمبريتشر او بريشر او كيميكال او اي رياكشن حواليها، هي ايه؟ هي ثابتة. تمام يا شباب؟ ده بالنسبة لفترة عمر النصف. عندكم في الكتاب رسم رسمة كده بتاعت فترة عمر النصف، ماشي؟ هنا بالنسبة للتايم تي نص 1، تي نص 2، تي نص 3، تي نص 4، وهكذا لحد ما المادة تنتهي خالص. مثلا هنا كانت 100%، هنا كانت 50، 25، كانت 12 ونص، وهكذا. فالمادة مثلا في الأول خالص لما يبقى لسه ما عداش أي ولا فترة عمر النصف تبقى 100%. أول ما يعدي مثلا أول فترة عمر النصف فتبقى مثلا 50، تاني فترة عمر النصف تبقى مثلا كذا، وهكذا. فده بيدل ان الماده مع مرور فتره عمر النصف بتبدا ان هي تقل الاكتيفيتي بتاعتها ايه الاكتيفيتي بتاعتها تقل خالص لحد مثلا لما بتوصل بعد مثلا 6 أو 7 فترات من فتره عمر النصف دول لما هم يعدوا عليها توصل ان هي تبقى ايه اقل من 1% من الاكتيفيتي بتاعتها. تمام. وفتره عمر النصف دي ممكن تكون
كبيرة خالص اللي هي مثلا تكون 10 بليونز، او ان هي تكون صغيرة خالص شورت خالص فهي تكون مثلا بالسكند. تمام يا شباب؟ يعني مش لازم أن تكون بالاورز او بالسكند، او لا، هي ممكن تكون كبيرة خالص ان عشان يعدي فترة عمر النصف نحتاج ان يعدي وقت طويل خالص، ملايين السنين او بلايين السنين. وتكون ممكن فترات تانية تكون صغيرة خالص ان المادة بتنشطر او المادة بتحصل لها ديكي بالثواني. واحنا بنضطر ان احنا نعرف فترة عمر النصف بتاعت المادة، علشان ايه؟ لو مادة مثلا احنا عايزين نستفيد بيها زي التكنيشيوم كده مثلا، فعايزين نعرف هو فترة عمر النصف بتاعته قد ايه. فترة عمر النصف بتاعته 6 ساعات، ماشي؟ فهي الفترة دي مثلا مناسبة ان انا لما يحصل له ديكي ان انا استفيد منه في التشخيص الدياجنوزيك، ماشي؟ طيب لو عنصر تاني المادة الديكي بتاعه اقل من كده، فانا عبال ما اجي استعمله هتكون المادة طارت، فانا مش عارف. فانا لازم أنا اعرف فترة عمر النصف. عشان كده فترة عمر النصف مهمة، لازم ان انا اعرف العنصر اللي انا بستعمله ده فترة عمر النصف بتاعته كبيرة ولا صغيرة ولا ايه. تمام يا شباب؟ عندنا بعد كده الراديو اكتيف ديكي لو. القانون بتاع الراديو اكتيف ديكي لو. تمام يا شباب؟ بيقول لك اللي الان تساوي ان اود نيو سالب ايه لامدا تي. تعالى معانا كده واحدة واحدة. يعني يعني ان عود، ويعني لامدا، ويعني تي، ويعني الايه، ويعني الرموز دي كلها. تمام يا شباب؟ يبقى الان هي النمبر وفي الايه الاتوم. تمام. افتر التايم اللي هو التي الصغير ده. والان عود ديت النمبر اوف الاتوم، بس اللي هي الاتوم النهين اللي هي الاورجان. بلاش الاورجان دي، خليها الانشيال. يعني الانشيال يعني البدائية. تمام يا شباب؟ يعني انا بدأت بنمبر كذا، النمبر مثلا اللي بدأت بيه كان 100 اتوم، عايزة اشوف بعد تايم قد ايه، ماشي، بقوا كام اتوم. تمام يا شباب؟ يعني هي الفكرة في هنا ان هو عايز يعرفك لان الديكي طبعا الاتوم بتفقد، بتعمل ريليز، بتطلع بارتكل، فاكيد النمبر بتاع الاتوم بتاعها بيقل. تمام. فبنشوف احنا كنا مدخلين كام اتوم والتايم اللي خدته، ماشي، في ثابت معين الميو في اللامدا ديت اللي هي الايه الديكي كونستانت، ثابت الديكي. وطبعا كل اتوم او لكل عنصر ليه ايه ديكي كونستانت. تمام يا شباب؟ يبقى في الامتحان لو المساله زي ديت جات لك مثلا وعايز يقول لك النمبر اوف اتوم افتر الديكي، بيديك التايم وبيديك اللامدا، بيديك النمبر بتاع الاتوم اللي هو ايه الانشيال اللي هو الاساسي، تروح كاتب المعادله معوض بس. تمام يا شباب؟ يبقى النمبر اللي طالع افتر تايم معين من الديكي، هناخد النمبر الاساسي اللي هو احنا داخلين بيه الديكي في الميو سالب لامدا تي. معادله سهله خالص. تمام. على نفس المعادله ديت بالظبط، نفس المعادله ده بالنسبه للنمبر. طب احنا عايزين الاكتيفيتي، نفس الكلام، الاكتيفيتي اللي طالعه بتساوي الاكتيفيتي اللي داخله، ميو سالب لامدا ايه تي. يبقى احنا عايزين نشوف الاكتيفيتي اللي طالعه، هنشوف الاكتيفيتي اللي احنا مدخلينها في تي معينه، نفس الكلام في نفس الديكي كونستانت يدينا الاكتيفيتي اللي خارج. يبقى دي بتاع الايه الاكتيفيتي. طب عايزه اشوف الماس الكتله، والله نشوف الماس اللي احنا مدخلينها في الميو سالب لامدا
في الايه، في التايم المعين. طب هو يا ترى التايم ده لازم أن يكون الهاف لايف تايم اللي هو التايم بتاع النص؟ لا. ليه؟ لان انا ممكن ما اكونش خدت مثلا فتره عمر النصف كلها كانت كام؟ 6، انا ما خدتش منها 6 مثلا. طب هو يا ترى العنصر اللي هو اصلا راديو اكتيف، اللي هو الراديو اكتيف، هو مشع على طول، مشع على طول، على طول هو مشع. فعامة هو على طول بيفقد سواء في الاكتيفيتي، في الماس، في النمبر، في الطاقة. هو عامة بيفقد على طول. ليه؟ لان هو انستيبل، فمش لازم يعدي فترة عمر النصف عشان يفقد، لا هو بيفقد باستمرار. المادة مشعة، هي اسمها مادة مشعة راديو اكتيف كونتينوسلي. هي ايه؟ بتطلع على طول، هي باستمرار بتطلع راديشن على طول، هي بتطلع انرجي على طول، هي بتفقد. فالتايم ده مش لازم ايه يبقى هو التايم بتاع فترة عمر النصف. تمام يا شباب؟ بعد كده يا شباب عندنا الراديو نيوكلايد. ايه هي الراديو نيوكلايد؟ هي اتوم have excess energy بتخليها unstable. تمام يا شباب؟ يبقى هو الراديو نيوكلايد اتوم فيها طاقة عالية مخلياها unstable، فتميل الى الاستقرار، فتعمل ديكاي بسيط. صح؟ تمام. يبقى الراديو نيوكلايد هي اتوم have excess energy خليها unstable، فتروح عامله ديكي عن طريق الاميت، ان هي تطلع اميت راديشن زي الجاما راي، او ان هي تروح عامله كرييت للايه، لبارتكل. تمام يا شباب؟ يبقى يا اما هي تطلع اميت راديشن او كرييت بارتكل عشان توصل لمرحله الايه، الستيبل. ده بالنسبه للراديو نيوكلايد. طيب الماده اللي هي بيبقى عندها اكسس انرجي بتروح عامله ايه؟ بتروح مديه، هي اسمها الماده دي احنا هنا بنسميها الايه عشان هي ماده بتطلع لنا بيت بارتكل. البارتكل ده احنا بنسميه الدوتر. يعني ايه الدوتر؟ الابن. يعني هي ايه، الماده ولدت طلعت لنا ايه، ابن، طلعت لنا دوتر اللي هو الايه، الابن. فالماده دي احنا بنسميها الايه، البيرنت. مش ما هي طلعت لنا ابن يبقى هي اسمها الايه، الماده الام. يبقى الماده الام بتطلع لنا بيرنت بارتكل. لو طلعت لنا بارتكل حلو كده يبقى ايه، بنسميه الدوتر، الابن. تمام. طب هي الماده في مرحله انستيبل طلعت لنا بارتكل، هو طلع ستيبل، ماشي تمام، خلاص كده انتهت الحكايه. طيب البارتكل ده هو طلع انستيبل، يعني البارتكل ده طلع ستيبل، خلاص تمام. يعني البارتكل طلع ستيبل يبقى كده ايه، الديكي خلص. طب البارتكل ده اهو او الدوتر ده اهو طلع انستيبل هو كمان، يعني البارتكل ده طلع انستيبل وعايزين نوصل لمرحله من الاستابيليتي، فيبدا يعمل في مرحله اخرى من الديكي. فساعتها البارتكل اللي هو الدوتر هيبقى هو بيرنت، ويتنيه يعمل ديكي لحد ما يوصل للاستابيليتي. تمام يا شباب؟ فتنيه كونتينوس بقى يستمر في ديكي لديكي لديكي لحد ما يوصل للستيبل. ممكن يبقى 1 ديكي كمان ولا 2 ديكي كمان ويوصل للاستابيليتي. الحته دي اسمها ايه بقى، ديكي تشاين. يعني سلسله الديكي، الماده داخله في سلسله لحد ما توصل للاستابيليتي. يعني هي الماده كانت غير مستقره، ففقدت طاقه عشان تبقى مستقره، وهي بتفقد طاقه ما فقدتش قدر الطاقه الكافي ان هي تخليها استابيليتي، فخلاص تفقد كمان قدر من الطاقه، تتنيها تفقد على مرات معينه او مرات من الديكي، ديكي وديكي وديكي، سلسله من الديكي، فاسمها ديكي تشاين، سلسله الايه، الديكي. يبقى كده يا شباب عندنا راديو اكتيف او راديو نيوكلايد ماتيريال، هي ماتيريال هي اتوم فيها اكسس انرجي، الانرجي دي مخليها انستيبل. تمام يا شباب؟ فبتضطر ان هي تعمل الديكي ده عباره عن ان هي بتعمل
ريليز للانرجي او بريك داون، بتنيها سبونتينوس بريك داون. يعني ايه سبونتينوس بريك داون؟ بتنيها في استمرار في مرحله ريليز، او ان هي بتكسر نفسها، ان هي تدينا بارتكل او تدينا جاما راي او الفا بارتكل. زي ايه؟ زي الفا بارتكل، بيتا بارتكل اللي بتطلع بروتون. المهم ان هي بتطلع بارتكل عشان تفقد الاكسس انرجي العاليه اللي عندها ديت عشان توصل لمرحله الاستابيليتي، او تطلع جاما راي او اكس راي عشان توصل لمرحله الاستابيليتي. فالماده بتتنيها تستمر في مرحله الايه الديكاي لحد ما توصل للاستابيليتي. فحتى انا بقول لك ان الماده اللي هي البيرنت لو هي ادتنا دوتر البارتكل ده كان ستيبل فخلاص تمام كده. طيب لو الدوتر ده هو طلع ان ستيبل فيتنيه كونتينوس برضه في كونتينوس بريك داون في مرحله الديكاي المستمره، وان هو يعمل ريليز للانرجي سواء كان برضه في بارتكل او في اكس راي او جاما راي لحد ما يوصل للاستابيليتي عن طريق في سلسله معروفه بالديكاي تشاين اللي هي سلسله الديكاي. عندنا برضو ان بيقول لك ان الاتوميك نمبر في العنصر لو زاد عن 83 فهي بتبقى راديو اكتيفيتي. راديو ايه؟ يبقى الماده الاتوميك نمبر بتاعها بالنسبه في الجدول الدوري، يعني العناصر كل ما الاتوميك نمبر بتاعها بيزيد فهي تبدا ان الطاقه بتاعتها تزيد فتبقى راديو اكتيفيتي. تمام يا شباب؟ يبقى احنا عندنا خدنا كده خدنا الديكي وعرفنا يعني ايه ديكي. تمام يا شباب؟ والديكي بيحصل ليه وبيحصل ازاي. تمام؟ وعشان كل ده عشان نوصل لمرحله الاستابيليتي. وخدنا برضو الراديو اكتيف ماتيريال، وخدنا الهاف لايف تايم، اللي هو فتره عمر النصف، وعرفنا يعني ايه فتره عمر النصف، وعرفنا ان مفيش حاجه بتاثر على فتره عمر النصف اللي هو ان اندبندنت، ولا بيتاثر بالتمبريتشر ولا بيتاثر بالبريشر ولا بيأثر باي كيميكال رياكشن حواليه، هو ان اندبندنت بنفسه. تمام يا شباب؟ وخدنا الراديو نيوكلايد وعرفنا يعني ايه راديو نيوكلايد، وهي عباره عن اتوم فيها اكسس انرجي بتضطر برضو ان هي تعمل ديكي عشان توصل لمرحله الاستابيليتي. وعرفنا ان الماده لو الاتوميك نمبر بتاعها اكتر من 83 فهي كده تبقى راديو اكتيف ماتيريال. وان معظم المواد اللي هي انستيبل بتبقى ناتشورال طبيعيه. تمام يا شباب؟ يلا يا شباب نقرا مع بعض الكتاب كده. بسم الله. اول حاجه عندنا الراديو اكتيف ديكي. نقول لك ايه اللي هو الديكي؟ عباره عن ايه؟ بريك داون سبونتونوسلي، ان الراديو اكتيف ديكي للاتوم of element might become an atom of different element. يعني ايه؟ يعني انا عندنا ماده هي unstable، ماشي، فانا بعمل لها بريك داون بكسرها او بعمل لها ريليز للانرجي، بطلع الانرجي الزياده اللي فيها. تمام؟ عشان اوصل لمرحله الاستابيليتي. فهو ممكن وانا بطلع الانرجي، تمام، فانا غيرت في التركيب بتاعها، سواء كان طلعت الانرجي ديت اللي هي زياده في البروتون او زياده في النيوترون، فهي بالتالي ممكن تكون might become an atom of a different element. يعني انا خليتها كده ذره لعنصر تاني. في الديكي بروسيسز انا required time، ماشي. this value is being able to express the rate is what processing happen. فانا عايز التايم ده اللي انا خدته في الديكي بيعبر عن الريت بتاع البروسيس. يعني ايه الريت بتاع البروسيس؟ يعني انا الديكي مثلا ده خد وقت قد ايه. تمام؟ فانا عرفت مثلا والله الديكي ده خد وقت كتير، لا خد وقت قليل. انا مثلا استفدت بالديكي ده ان وقته كتير، او مثلا العنصر ده الديكي بتاعه بياخد وقت قليل او بياخد وقت معين. زي ما كنت بقول لكم ان التكنيشيان مثلا انا عارف الوقت بتاعه، فانا بعرف الوقت، فبالتالي بعرف انا هستفيد بيه ولا لا. بيقول لك ان specific number of proton and neutron in the nucleus for example. عندك
ان في سبيسيفيك نمبر لكل ايه نيوكلس. يعني عندك مثلا الكربون كان ايه سي 6 13 كانت فوق، يعني الستة ديت ماشي عدد البروتون. طب ماشي عايزين نجيب عدد النيوترون، والله 13 ناقص 6 تديك ايه 7. النيوكلايد ده هو عبارة عن ايه نيوكلر سبيسز، يعني هو individual نيوكلر سبيسز للنيوكلر بس، فبالتالي هو بيأثر على النيوكلر بروبرتيز، ملهوش اي لازمة في الكيميكال بروبرتيز، بعمله ايه نجلكت فيها. طب الايزوتوب انا بستعمله لما بتكلم على الايه على الكيميكال بروبرتيز، فانا هاخد ايه هناخد صفة الايزوتوبس. احنا خدنا الايزوتوبز في المحاضرة الاولى وعرفنا يعني ايه ايزوتوبز، والايزوتوبز بيأثر على الكيميكال ايه بروبرتيز. تمام يا شباب؟ تمام. يقول لك ان النيوترون نمبر هاز لارج افكت في الايه في النيوكلر بروبرتيز. اشمعنى النيوترون نمبر بيأثر على النيوكلر؟ ليه؟ لأن يا شباب التفاعلات النووية بتحدث عن طريق تصادم أنوية ببعضها، تصادم نواة ذرة بنواة ذرة أخرى. طبعا عارفين إن النيوترون ماشي هو مكون من مكونات الإيه؟ النواة. تمام يا شباب؟ الهاف لايف اللي هو إيه فترة عمر النصف is time take for half of initial material to change or decay. يبقى هو التايم اللي انا بحتاجه عشان اوصل للهاف لنصف الماده الاساسيه، سواء كان عن طريق ان انا اتغيرت او ان انا حصل لها ديكاي. بيقول لك ان الهاف لايف could be estimated from measurements on the change is mass of nuclide and the time in required يبقى انا بستعمل الهاف لايف تايم عشان اعمل بيه تقديرات معينه في التغير في الماس. انا مثلا عارف ان بعد وقت معين الهاف لايف مثلا 6 ساعات، فمثلا بعد 4 ساعات منها فاكيد حصل تغير في التشينج في الماس. طب بعد 4 ساعات، بعد كمان 5 ساعات او 6 ساعات، فانا بعرف بالهاف لايف تايم ايه اللي حصل، بعرف اعمل ميجرمنت وبعرف اقيس التشينج اللي حصل في الماس، او سواء كان التشينج اللي حصل في الاكتيفيتي. فانا بحدد من الهاف لايف تايم التشينج اللي حصل في الاتوم. تمام يا شباب؟ يقول لك ان الهاف لايف تايم ده هو اوف اورجانال نيوكلاي ما بيتغيرش بالكيميكال فاريشن خالص، ولا سواء كان التمبريتشر الكونستراكشن لتراسي اي حاجه. بيقول لك ان هو الفاكتور هاف نو افكت اوف ذا للهاف لايف. هو بيقول لك ان اندبندنت، يعني يعني هو مش بيعتمد على شيء خالص من الحاجات دي، فهو مش بيتغير بالفاكتور ديت خالص، فبالتالي هو ثابت كونستانت. هاف لايف راديو اكتيف ايزوتوبس هاف بين determined، هو معين وهو محدد لكل عنصر. ممكن يكون ما بين رينج ما بين لونج هاف لايف 10 بليون ييرز، تلاقي عنصر عشان يعمل ديكي بيبقى عايز 10 بليون ييرز، يعني لو انت ملايين السنين. وفي عنصر تاني شفته خالص هو عايز ثانيتين وتلاقيه خلاص راح مفيش عنصر في ايدك. تمام. وعندنا الرسمه دي برضو اللي هو مديك هنا الراديو اكتيف او الاكتيف بتاعه الماده، ومديك هنا سواء كان ديكي واحد هاف لايف، 2 هاف لايف، 3 هاف لايف، 4 هاف لايف. تمام. طب انا عايز افهم الرسمه دي. الرسمه دي عباره عن ايه؟ عباره ان كل الاسمر ده هو البيرنت والاحمر هو الدوتر. فكل ما حصل ديكي ايه اللي بيحصل؟ البيرنت بيقل والدوتر بيزيد، البيرنت بيقل والدوتر بيزيد. تمام. احنا فاهمين الحته دي ليه؟ لان الماده لما بيحصل لها ديكي، الماده اللي هي البيرنت، الماده الاساسيه اللي هي كانت انستيبل. تمام يا شباب؟ قلت لكم بتدينا دوتر صح، اللي هو الابن، او اللي هي الاتوم الجديده، او اللي هو البارتكل اللي طلع. فكل ما بيزيد عدد الديكاي فبتزيد ان البيرنت بيتحول لدوتر، فالبيرنت عدده بيقل والدوتر عدده بيزيد، وهكذا. ده اللي نفهمه من الرسمه دي يا شباب، عشان بس ما حدش يت... تمام. عندنا مثلا ماده زي اليورانيوم.
اليورانيوم الماس نمبر بتاعها كام؟ 238. ده النمبر بتاع الايه؟ النيوترون. الهاف لايف والله ده عايزه ايه؟ 4.5 بليون ييرز عشان توصل لمرحله اللي هي ايه؟ اللي هي تعمل تدينا هاف لايف واحد بس. هاف لايف واحد بس، ان هي تفقد فتره عمر نصف، ان هي تفقد نص طاقتها بس او نص الاكتيفيتي بتاعتها بس، تبقى عايزه 4.5 بليون ييرز، يعني ملايين السنين. فدي فتره عمر نصف كبيره خالص. مثلا عندك عنصر زي الكربون، الماس نمبر بتاعه كام؟ 14 16 16. الهاف لايف بتاعه كام؟ والله ده مش مكمل، مش مكمل سكند. ده ايه؟ مش مكمل سكند واحده، يعني انت مش في سكند بس تلاقي الماده راحت من ايدك. في فاريشن، في اختلاف كبير خالص ما بين فترات عمر النصف، ما بين ان هي ممكن تكون 10 بليون ييرز الى مثلا سكند واحده واقل من سكند كمان. خدنا برضو الراديو اكتيف ديكي لو، خدنا هنا بتاع النمبر بيساوي ايه، اللي هو التغير اللي بيحصل في النمبر بتاع الاتوم. بناخد النمبر اللي داخله في الميو ناقص اللامدا تي. ولكن ايه الاتوم؟ الاماونت of ايه؟ amount of nuclear decay is also measured in the term of the half life. برضو ممكن ايه نقيس الاماونت بتاعت الديكي. طيب بيقول لك ان الهاف لايف is the rate التايم عشان توصل، عشان take to for specific to lose اهو، عشان توصل لللوز بتاع الهاف اس راديو اكتيفيتي. دي كلها ديفينيشن يا جماعه للراديو اكتيف. يعني انت مش عارف تحفظ اهو لازم سؤال للهاف لايف ده يجي في الامتحان. هاف لايف ده مهم جدا. فمثلا ممكن يبقى عايز الديفينيشن بتاعه، فانت تاخد اسهل تعريف. مثلا اهو هو التايم اهو، التايم الريكوايرد او التايم اتس تيك فور للماده تو لوز هاف اوف اتس راديو اكتيفيتي، عشان تفقد راديو اكتيفيتي. سهلها على نفسك، ده التعريف سهل خالص اهو. طيب if radio isotopes has an half life of 15، يعني الماده عندها ايه عشان تفقد الهاف لايف بتاعها تبقى عايزه ايه؟ عشان تفقد نص في الاكتيفيتي بتاعتها تبقى عايزه 15 دقيقه، 15 يوم. تمام. فهي بعد 15 يوم فقدت نص الاكتيفيتي. تمام. ف half of its atoms will be have decayed. طيب فبعد كمان 15 يوم هي بتفقد الريزيدوال half will be will decay، يعني بعد كمان 15 يوم. يعني هي مثلا بعد 15 يوم فقدت نص في الاكتيفيتي بتاعتها بقت 50، كمان 15 يوم تبقى نفقد كمان نص الاكتيفيتي بتاعتها تبقى 25 كمان، وهكذا. في حاله الديكاي يشاين حاله ان هي توصل لايه، خلاص هي بتنعدم. طب راديو اكتيف ماتيريال with short ايه اللي لها short have life time is much the time of produce but is greatly ايه يعني هي بيقول لك ان الماده اللي عندها الهاف لايف بتاعها شورت خالص، هي بيحصل لها راديو اكتيف ديكاي كويكلي. ليه؟ لان مثلا كمان ثانيه بتبقى نص، كمان ثانيتين الربع، كمان مش عارفه ايه بقى خلاص. فهي في ثانيه بتفقد الطاقه بتاعتها، مش زي مثلا اليورانيوم كان 4.5 بليون ييرز، فكمان عشان افقد نص طاقتي انا محتاج ملايين السنين. الراديو اكتيف ديكي يا شباب، راديو اكتيف ديكي لو ممكن انا فوق استعملت بالنسبه للنمبر، انا ممكن استعمله بالنسبه للاكتيفيتي، هيبقى نفس الكونسنت بالظبط. ان انا هدخل عايز الاكتيفيتي اللي طالعه، فانا هدخل الاكتيفيتي اللي داخله في الثابت اللي هو الميو سالب لامدا اللي هو ثابت الديكي كونستانت. والتي ده هو اللي هو الوقت اللي هو ايه خده، يعني مش لازم يكون التي ده اللي هو الهاف لايف تايم. تمام يا شباب. اهو بيقول لك ان الان اود هو نمبر اوف اتوم، ماشي، is the total number of atom in the symbol. تمام. طب بيقول لك الان بقى is the number of atom after time، يعني ده النمبر اللي هو التوتال، النمبر اللي داخل كله. تمام. طب الان اود والله ده النمبر بعد تايم معين. طب نفس الكلام في الاي اود هو الاكتيفيتي بعد ايه بريونت، الاكتيفيتي بريونت تايم معين برضه ريدي اكتيف. والايه هي النمبر بتاعت الايه نمبر اوف ديكاي بير يونت تايم، والراديو اكتيف سيمبل افتر تايم ديكاي. والان اود هي ذا ماس اوف ريمايندينج راديو اكتيف ماتيريال. يعني هنا الماس ديت، الماس اللي هي الايه الان الام ديت الماس اللي احنا ايه عايزينها.
تمام. طب الام اود هي التايم. تمام يا شباب. يبقى انا لما اعوز سواء كان في النمبر بتاع الاتوم او في الاكتيفيتي او في الماس، انا بشوف الماس اللي انا عايزاها بعد تايم معين. هو بيديك التايم، بيديك الديكي كونستانت، تمام، وبيديك الماده اللي مثلا انا عايز الماس اللي فاضله بعد الماس ريمايندنج ايه اهي، الماس ريمايندنج اللي هي المتبقيه بعد ايه راديو اكتيف ماتيريال افتر تايم معين. فانا هاخد الماس اللي داخله خالص، الماس اللي هي كانت بدائيه، ماشي، ميو سالب لامدا اللي هو الديكي كونستانت في التايم اللي عدى، واجيب الايه الماس. تمام يا شباب، سهله خالص. اهو الايزوتوبز مثلا عندك اليورانيوم، ماشي، الهاف لايف بتاعه كام؟ مش احنا كنا جايين 4.5 بليون ييرز. الديكي كونستانت اللي هو اللامدا كام؟ 5 في 10 أس كام؟ أس سالب 18. الكربون مثلا عندك الكربون كام؟ 5570 ييرز. الديكي كونستانت بتاعه والله 3.9 من 10 في 10 أس سالب 12، وهكذا يا شباب. تمام. طيب هنقول الراديو نيوكلايد. احنا قلنا الراديو نيوكلايد ده عباره عن ايه؟ عن اتوم فيها اكسس انرجي ميكينج زيم انستيبل. قلنا والله ان هي ماده فيها طاقه كتير، عشان كده خلاها انستيبل. فهي بتضطر ان هي تعمل ايه؟ الاكسس انرجي دي بتعمل لها ريليز. طب الريليز عن طريق ايه؟ الديكي. يا اما اميت زيم عن طريق الجاما راديشن، يا اما ترانسفير to one of its electron to use ايه عشان تعمل لها احتفاظ. يا اما بتديها تروح واخده الطاقه كده مديها الالكترون يعني الاتوم فيها طاقه كتير، فبتروح مديها للايه الالكترون منها وبتعمل لها الحفظ عشان تعمل لها حفظ طاقه. او كرييت، ان هي بتعمل كرييت لإيميت a new particle، سواء كان ايه الفا بارتيكل بيتا بارتيكل فروم ذا ايه نيوكلاس. طب راديو نيوكلايد change to different nuclide. بيديك يعني الراديو نيوكلايد اللي هو البيرنت بيديك الدوتر عشان it will stay decay until ان هو يوصل لمرحله الايه الستيبل او البالانس اللي هو التوازن. for example radio nuclide become different isotopes of the same element of the number of neutron changes. يعني هو بيقول لك ان become different isotopes، يعني لما بيحصل ديكاي بتديك عنصر اخر لماده اخرى عشان انا غيرت في عدد النيوترون. تمام يا شباب. يبقى انا لما بعمل ديكاي لعنصر هو بيتغير بيدينا عنصر تاني. ليه؟ لان انا بغير في العدد بتاعه سواء كان العدد الذري او العدد الكتلي، فبيدينا اتومز لايه لإيليمنت تاني different element if the number of proton او النيوترون change. فانا غيرت في نمبر بتاع البروتون او النمبر بتاع البروتون، فبيدينا different element يا شباب. ده الطبيعي. طب لو انا ما غيرتش خلاص هو العنصر زي ما هو. طب لو انا ازاي هيحصل سؤال بقى، ازاي هيحصل ديكاي وانا ما غيرتش في عدد البروتون وعدد النيوترون؟ ده اللي احنا هناخده في المحاضرة اللي هي بتاعة الفصل الرابع. تمام يا شباب. تمام. بيقول لك بقى ايه في الان اوردر تو كونفيرت تو ستيبل. عشان اوصل لمرحله الستيبل انا بعمل ايه؟ بتنيني اعمل في ميني ستيبس. الاليمنت بيتني يعمل ديكاي 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 سيريس، سلسله من الديكاي ديفرنت عشان واعمل جيفنج اوف ريليز للانرجي. اطلع في انرجي، اطلع في بارتيكل، اطلع في راديشن، سواء كان في على اساس على شكل بارتيكل يا شباب، او على اساس او على شكل جاما راي او الفا او اكس راي او هكذا. الحاله ديت اسمها ايه؟ اسمها ديكي تشاين، اللي هو سلسله من الديكاي. بتنيني اعمل بقى من اليورانيوم اطلع الفا. طب اليورانيوم ده السيلينيوم مش العنصر ده مش مستقر فيطلع بيتا، العنصر ده برضو مش مستقر فتاني يطلع في بيتا في الفا في جاما في لحد ما يوصل لمرحله الاستقرار خالص. اهو انا وصلت لمرحله الاستيبل، فخلاص هنا انا مش هعمل اي حاجه تاني. فدي اسمها ديكي تشاين يا شباب. يعني طول ما انا مش مستقر بتنين اعمل في ديكاي في ديكاي في ديكاي في ديكاي لحد ما اوصل لمرحله الاستابيليتي. خلاص ستوب. انا مش هعمل حاجه تاني.
بيقول لك ان العناصر الاتوميك نمبر بتاعها اكتر من 83 فهي بتبقى راديو اكتيف. يعني مواد، ده اللي وصلوا له الفيزيائيين، يعني هم لاحظوا ان كل العناصر اللي هي الاتوميك نمبر بتاعها اعلى من 83 فهم بيبقوا راديو اكتيف ماتيريال. تمام يا شباب؟ تمام. بيقول لك ايه بقى؟ ان every radioactive element or isotopes disintegrate as its own rate half life. يعني كل عنصر ليه الهاف لايف بتاعه المميز بتاعه، مفيش عنصرين لهم نفس الهاف لايف تايم. طيب ايه هو الهاف لايف تايم؟ نفس التاني تعريف اهو يا شباب، واختاروا التعريف الاسهل ليكم اهو. amount of time، كمية الوقت اللي انا بعوزه عشان اهو must pass for half of the material، للماتيريال او الايزوتوبز to decay، عشان يحصل لها decay عشان تدينا دوتر نيوكلايد. يبقى يا اما اقول ان هو الوقت اللي انا بحتاجه عشان اوصل للهاف بتاع الاكتيفيتي، تمام، وهنا قال ايه ان الوقت اللي انا بحتاجه فور هاف لنصف الماتيريال عشان اهو نفس الكلام، او للايزوتوب تو ديكاي، او للايزوتوب النظير ان هو يحصل له ديكاي عشان يدينا ايه دوتر. تمام، عشان يدينا دوتر. ما هو لما يدينا دوتر يبقى هو ايه، يبقى هو هنا مش لازم أن يكون يبقى فقد نصف الاكتيفيتي. هو الراديو ايزوتوبز ادانا دوتر ففي وقت معين اللي هو الايه الهاف لايف اندر نورمال كونديشن. بيقول لك ايه تحت الظروف العاديه خالص، ان هو بيقول لك كمان ان الهاف لايف بتاع الايزوتوبز doesn't vary، يعني مش بيختلف لو انا اثرت عليه بتمبريتشر، بكون بتمبريتشر او ببريشر او اي تغيرات خارجيه، هو ثابت مفيش اي تغير. بيقول لك ان العلماء او الفيزيكيست ever produced a modification in any isotopes half time، ما بيعرفوش يعملوا اي تغيرات modification، يعني تعديل او تطور في الهاف لايف. مثلا عنصر زي اليورانيوم ده اللي هو الهاف لايف بتاعه 4.5 بليون، صح؟ فكانوا العلماء لو عرفوا ان هو يطوروا مثلا كانوا يصغروا فترة عمر النصف بتاعته شوية، بس مفيش اي حد عرف يغير فترة عمر النصف لان هي ثابتة مش بتتغير بتغير الايه الظروف اللي حواليها. طيب بيقول لك ايه عشان اعمل ريليز للانرجي في فورم الايونيزيشن انرجي، هو برضو راديو اكتيف ديكاي انا بطلع ايونيزيشن يا شباب. الايونيزيشن سواء كانت بارتكل زي الالفا بارتكل فهي الالفا بارتكل ايونيزيشن، او ان انا اطلع جاما راي فالجاما راي ايونيزيشن. تمام، فهي بتطلع بروديوس ايه راديشن كود انكلود الفا بارتكل او بيتا بارتكل او جاما راي. تمام، يبقى احنا فهمنا الحته دي ان الراديو اكتيف ديكاي بيطلع بارتكل او بيطلع جاما راي، هما الاثنين ايونيزيشن. يعني ايونيزيشن يا شباب يعني بيعملوا او ان هما عندهم الطاقه الكافيه ان هما يخلوا من الماده ديت تفقد الكترون او تفقد بارتكل منها فتدينا ايونز، عندهم الطاقه الكافيه تو بروديوس ايونز، فهم ايونيزيشن ايه راديشن. radionuclide are naturally unstable nuclide، يعني radionuclide هو unstable، بس هو radionuclide unstable. احنا عارفين ان radionuclide هو عبارة عن اتوم فيها excess energy فهي unstable بس. بيقولك ان الماتيريال have unstable form، المادة اللي فيها شكل there are stable some material which unstable form that always a radioactive material، هي المادة اللي على طول مش مستقرة فهي بتبقى عبارة عن ايه عن radioactive material، مادة فيها طاقة على طول زي اليورانيوم such material that radio radiate ionization radiation. فهو يعني هو ده تعريف تاني للراديو نيوكلايد، ان هي مادة كرييت او راديات ايونيزيشن راديشن. عرفنا يعني ايه ايونيزيشن راديشن من فوق، لسه واخدينها فوق اللي هي ان هي زي الفورم بتاع الايونيزيشن راديشن، هي بتطلع بارتكل سواء كان جاما او الفا بارتكل او بيتا بارتكل او جاما ري، بتعمل ايونيزيشن راديشن اللي هي عندها قدرة ان هي تكون ايونز. فالماتيريال اللي عندها قدرة ان هي تكون ايونز
وان هي عندها قدره ان هي تبقى، او الماتيريال اللي هي ان هي انستيبل. اول حاجه هي انستيبل فور، وهي راديو اكتيف ماتيريال، وعندها قدره ان هي تعمل ايونيزيشن راديشن. فده كله تعريف للايه، فالراديو نيوكلايد. الراديو نيوكلايد ليه كذا تعريف، بس التعريف الاسهل ليه ان انا اقول ان هي عباره عن اتوم have excess energy make them unstable. تمام يا شباب؟ تمام. بيقول لك في ال decay in the decay process radionuclide element are changed to different element. صح؟ ده صح. احنا قلنا لما بنغير في البروتون او النيوترون، فبالتالي انا كده غيرتها لإليمنت تاني كده. دي بسيطة. طيب بيقول لك the decay process is continued until الماتيريال become stable. صح. انا بتنين اعمل decay لحد ما المادة توصل للستيبل، حتى واخدينها في الجدول اللي كان فوق ده لحد ما وصلنا لنقطة الستيبل. فالتشاين حتى قلنا ان اسمها ايه، اسمها ديكي تشاين، سلسلة الديكي بتتنيها لحد ما توصل للستيبل. طب يقول لك ايه، راديو نيوكلايد قول لي ديكي وانس before become ايه stable. يعني بيقول لك ان هو عشان يوصل لمرحلة الاستابيليتي لازم يعمل حتى على الاقل ديكي واحد. اصل هو هيوصل لمرحلة الاستابيليتي ازاي؟ هو عنصر او مادة فيها اكسس انرجي، فعشان يوصل لمرحلة الاستيبل هيضطر ان هو حتى يفقد مرة. مش يعني قول لي وانس، قول لي مرة عشان يوصل لايه، للستيبل. طيب بيقول لك ان النيوكلايد which decay is more than one step السيريس، ان هي عشان المادة اللي بتتنيها بقى ايه، تعمل ديكي في ديكي في ديكي. فهي سلسلة الراديو نيوكلايد او اللي اسمها التشاين، ديكي تشاين. هي حتى تحتها بيقول لك ايه، ان الديكي او ان السيريس ماشي اوف ديكي بروسيس از كولد ايه، ديكي تشاين. لان هي بتتنيها في ديكي في ديكي في ديكي لحد عشان توصل لمرحله الايه، الستيبل. تمام. ديكي تشاين از ايه، سستين until the final stable، بتتنيها لحد ما توصل للايه، للستابيليتي. تمام يا شباب. every radionuclide has ايه، كل radionuclide يا شباب ليه unique decay rate that measure in the term of half life radioactive or a half life time. يعني كل عنصر ليه الريت معين، يعني هو كل عنصر عشان ليه تايم معين، فكل عنصر ليه ايه، ليه ديكاي معين. ماشي. احنا مش قلنا ان كل عنصر هاف الديكاي الهاف لايف بتاعه، ان الهاف لايف بتاعه مش بيتغير، فبالتالي ده بيأثر على الايه، على الريت بتاع الديكاي. half life time is the time required to decay. اهو نفس الكلام، ده تعريف برضه. هو التايم ريكوايرد عشان يحصل لها ديكاي للهاف ايه، بتاع راديو اكتيف اتوم، عشان توصل للراديو اكتيف اتوم او راديو اكتيفيتي او تنيك بقى ايه. شوف التعريف الاقرب او الاسهل ليك واعرفه، عشان راديو اكتيف او عشان ان الهاف لايف ده تعريف مهم في الامتحان. some راديو نيوكلايد، كل راديو نيوكلايد اونز الايه، الهاف لايف اوف ميرز seconds but this other half life بتاعها يعني يقول لك نفس الكلام. احنا قلنا الهاف لايف بيختلف من سواء من 10 بليونز لسكندز. يعني في عناصر الهاف لايف بتاعها كام، عندك اليورانيوم كان الهاف لايف بتاعه كان كام، كان 4.5 بليون. صح، 4.5 بليون. وفي عنصر تاني كان الهاف لايف بتاعه ما كانش مكمل 1 سكند. فبالتالي ان الهاف لايف بيختلف او فيري بيختلف من عنصر لايه لاخر من بليونز لسكند. تمام. نبص على الكويشن دي بقى. يقول لك ايه هو راديو اكتيفيتي؟ يقول لك والله هو عباره عن spontaneous بريك داون اوف ذا اتوم نيوكلاس. يعني هو ايه، بريك داون احنا قلنا ان هو زي الديكي كده او الريز، او بيكسر الاتومز نيوكلاس ان ذا كيميكال رياكشن، في كيميكال رياكشن، في تفاعلات كيميائيه. فالنيوكلاس مش بتنيفر تشينج. قول لي الكترون ار ايه ترانسفيرد اور تشير ان نيوكلير رياكشن ذا نيوكلاس اولويز تشين. يعني بيقول لك ان لو الاتومز مش حصل بريك داون للنيوكلاس، ماشي النيوكلاس، فالنيوكلاس هنا مش هتغير النيوكلاس، لان النيوكلاس فيها ايه، فيها البروتون. فالبروتون بيأثر بس على الايه، على النيوترون احنا قلنا النيوترون بيأثر في النيوكلر ايه، النيوترون بيأثر في النيوكلر رياكشن. صح، تمام.
فبالتالي هو هنا مش هيأثر على النيفر نيوكلاس نيفر تشينج، مش هيأثر على شكل النيوكليس. تمام. بس ان الالكترون لما بيحصل له تغير او تشيرد او ان الذره تفقد او تكتسب، فده على طول النيوكليس تتغير على طول. فبالتالي يحصل تغير في الايدنتيتي بتاعه الاتوم، فالاتوم تتغير. اول مثلا لما العنصر ده يفقد بارتيكل او يفقد الكترون، فالاتوم فهو يفقد، يتحول من عنصر لعنصر اخر، فبيفقد الهويه بتاعته. طيب why does it occur؟ ازاي ده يحصل؟ ماشي. بيقول لك ان النيوكليوس بتبقى unstable based on نيوترون بروتون ريشيو. طبعا برضو دي هناخدها في الوحده في الفصل الرابع، ماشي يا شباب، بتاع الديكي المفصل اكتر من كده بكتير. فاللي بيحصل للنيوكليوس ان بيبقى فيها بتبقى unstable لان فيها عدد كبير من الانرجي، فبالتالي هتعمل بريك داون سبونتونوسلي. سبونتونوسلي يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان توصل لمرحله الستيبل. الستيبل بالنسبه للنيوترون للبروتون ريشيو. طبعا الحته دي انتوا مش هتفهموها هنا، هتفهموها في برضه في المحاضره بتاعه الفصل الرابع، انا هشرحها بالتفصيل. ماشي تمام يا شباب. يقول لك ايه؟ what does it result؟ الديكي بروسيس بتدينا ايه؟ ريليز ذا انرجي على شكل يا اما راديشن يا اما بارتكل، يا اما تدينا جاما ري يا اما تدينا بارتكل، سواء كان الفا او بيتا. بيتا بارتكل. نيو اليمنت اولزو فورمد. ليه؟ نتيجه النيوكليوس بيحصل لها بريك داون، فبيدينا تغير في الكومبوننت بتاعتها، غيرت في المكونات بتاعتها، فبالتالي اديتنا اتوم تاني. ماشي. بيقول لك which element are naturally radioactive؟ التكنيشيوم، ومديك ان الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 43. والبولونيوم ومديك الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 4 و8. واحنا خدنا فوق ان اي عنصر الاتوميك نمبر بتاعه اكتر من 43 فهو راديو اكتيف. تمام. بس المواد دي اصلا راديو اكتيف بشكل طبيعي، يعني هي اصلا التكنيشيوم ده طبيعته عنصر مشع. يعني يعني هو موجود في الطبيعه كعنصر مشع، بيستعمل في الدياجنوز. والعنصر ده عشان الاتوميك نمبر بتاعه اعلى من 83 فهو عنصر مشع برضه، هما الاثنين عناصر مشعه. فبيقول لك ان اي element higher اعلى منهم always radioactive، اعلى من دول يعني. وان العنصر ان هو حتى العنصر اللي هو stable في الطبيعه فهو ليه isotopes unstable او radioactive called radio isotopes. يعني حتى العنصر اللي هو في الطبيعه stable فهو ليه ايزوتوبز. وخدنا برضو الايزوتوبز في المحاضره الاولى يا شباب، اللي هي النظائر، اللي العناصر بيبقى لها نفس الاتوميك نمبر، بس الاختلاف بيبقى في الماس نمبر. الاتوميك نمبر هو العدد الذري، والماس نمبر هي العدد الكتلي. تمام يا شباب. حتى الماده او العنصر اللي بيبقى ليه ستيبل في الطبيعه هو بيبقى ليه ايزوتوبز، راديو ايزوتوبز بيبقى انستيبل. تمام يا شباب. بيقول لك ايه هي يعني ترانسميوتيشن؟ يعني ترانسميوتيشن؟ بيقول لك والله ما حصل سبونتينوس تشينج فروم وان اليمنت تو انذر. يعني والله في الديكي انا غيرت من العنصر ده هو للعنصر ده. ليه؟ لان كان عندي مثلا عدد زياده في البروتون، فانا غيرت فانا قللت عدد البروتون ده، حولت البروتون لنيوترون، او كان عندي نيوترون زياده، فانا غيرت في التكوين بتاع الماده، فبالتالي انا كونت اليمنت تاني. يا اما انا غيرت في عدد البروتون او عملت بروتون تشينج، يا اما عملت نيوترون تشينج، فبالتالي اداني انذر اليمنت خالص تاني جديد. تمام يا شباب. حتى بيقول لك هنا ان ترانسميوتيشن هو بيقول لك ان ديسكرايب ان انا عملت فورميشن، كونت a new element. ماشي. what happens during radioactive decay the formation a new عملت new element. بيقول لك what factor doesn't affect الراديو ديكي؟ ايه الحاجات اللي مش بتاثر في الراديو اكتيف ديكي؟ طبعا احنا عارفين الراديو اكتيف ديكي دي جايه، هو انا ممكن يقول لك ايه هي الفاكتور اللي مش بتاثر على الهاف لايف تايم، فتره عمر النصف. والله تقول له والله ان الكيميكال رياكشن والتمبريتشر والبريشر والكونسنتريشن والسيرفاس اريا وكل الحاجات دي كلها الاتراسي لحد الاخر مش بتاثر على الراديو اكتيف ديكي، لان الراديو اكتيف ديكي والماس نمبر هي حاجات
ان اندبندنت، يعني هي مش بتتغير بالايه بالحاجات ديت. وانا سالتكم وقلت لكم مثلا ممكن يديك عنصر ويقول لك العنصر ده الهاف لايف تايم بتاعه مثلا 6 ساعات، فهيحصل له ايه لما زود درجه الحراره بقدر معين؟ والله يبقى هي زي ما هي 6 ساعات. ليه؟ لان هو التايم بتاع الهاف لايف تايم ده هو مش بيتاثر بالتمبريتشر ولا بالبريشر ولا بالكونسنتريشن ولا بالسيرفاس اريا. هو الحاجات دي كلها ايه؟ ان اندبندنت، مش بتتغير، هي ثابته ديترماين. كده يا شباب احنا خلصنا المحاضره الثانيه. ماشي، ويا رب يا رب يعني اكون شرحت بالقدر الكافي وتكون المعلومه وصلت. واي حد عنده اي استفسار يبعت لنا واحنا ان شاء الله هنجاوب عليه. ماشي يا شباب، يلا مع السلامه، بالتوفيق.